الغريب ان ورقة اللحمة دي مش لازم تبقى ورقة، يعني مش لازم تتلف كده. الفكرة بس انها المهم تتحط في حاجة قدها مش كبيرة قوي، وتتغطى بشكل كويس جدا يخلي البخار ما يطلعش بره الحاجة اللي هي بتستوي فيها. فاهمني؟ بس انا بحب اعملها في ورقة عشان بعد ما تطلع من الفرن افتحها بقى زي الهدية كده، هدية مليانة لحمة مبهرة ومهرية وخضروات واخدة من طعم اللحمة والبهارات، ميكس كده رهيب. الخضروات عبارة عن نص كيلو بطاطس قطعتها سلايسز كده زي بتاعت صينية البطاطس، وبنفس الطريقة قطعت جزرة وبصلتين متوسطين وفلفلة خضراء، وممكن كمان تزودوا اي خضروات تانية، في ناس بتحط طماطم كمان. كل حاجة كنت بقطعها كنت بحطها في الطاجن اللي هسويها فيه عشان اتأكد انه هيكفيها ويبقى قدها بالظبط. في هنا فراغ بسيط ده هيبقى على قد اللحمة اللي هزودها وكمان الورق اللي هلفهم بيه. واللحمة استخدمت نص كيلو لحمة حمراء من وش الفخدة متقطعة زي الستيك الرفيع كده، بس لو بتحبوا اللحمة فيها دهون استخدموا قطعية فيها دهون عادي، مش لازم دي. كده انا اتأكدت ان الطاجن كفى كل المكونات، فطلعتهم بره على كاتنج بورد تاني علشان اتبلهم. دول كده نص كيلو لحمة على حوالي كيلو خضروات، تبلتهم بمعلقتين صغيرين ملح ومعلقة صغيرة بس مليانة جدا فلفل اسود. واساس ورقة اللحمة هي زي ما باين من اسمها بهارات اللحمة. استخدمت بهارات اللحمة بتاعت باب الشام، حلوة جدا وطعمها مظبوط على الاكلات المصرية دي. حطيت منها معلقتين صغيرين برضو مليانين على اخرهم. في ناس برضو بتحط توم بيبقى حلو، انا ساعات بحطه بس دلوقتي اكتفيت بالبصل بس. وبعد ما حطيت التوابل قلبت المكونات كويس فيها. في ناس بتشوح اللحمة والخضروات على البوتاجاز قبل الفرن، ده بيسرع التسوية في الفرن وكمان بيدي اللحمة كراست لذيذ كده، بس ده مش اساسي وكمان بيصعب الاكلة شوية، وانا اللي بحبه فيها اصلا ان هي سهلة، فعشان كده ما عملتهاش. في ناس بتشوح اللحمة والخضروات على البوتاجاز قبل ما تحطها في الفرن. الحركة دي كويسة، بتدي كراست لذيذ للحمة كده وكمان بتسرع التسوية في الفرن، بس ده مش اساسي وكمان بيصعب الاكلة وبيزود المواعين، وانا اصلا اللي بحبه في ورقة اللحمة دي ان هي سهلة، فعشان كده مش بعمل الحركة دي. في الطاجن بقى عملت الورقة دي عبارة عن ورقتين فويل، حطيتهم في الطاجن عكس بعض ودوست عليهم كده عشان ياخدوا شكل الطاجن، وجواهم حطيت ورقتين زبدة برضو عكس بعض. مهم تخلوا الورق طويل شوية عشان تعرفوا تقفلوه على المكونات اللي هنحطها جواها بعد شوية. وده الشكل اللي انا عايزه بقى، كأن طاجن الفخار او الصينية اللي هتستخدموها وجواها طاجن تاني معمول من الفويل وورق الزبدة. حطيت الخضروات واللحمة نية زي ما هي كده جواهم، وعشان اللحمة حمرا من غير دهون خالص حطيت عليها شوية سمنة من فوق كده. في ناس هنا بتزود صلصة ومية مغلية بس انا بحس انه مش لازم. ودلوقتي بقى هقفل عليهم زي ما قلتلكوا، اهم حاجة انها تبقى قافلة ما تسربش المية والبخار منها، فبقفل كل جنب من الورق كويس قوي على اللحمة، وبعد ما يبقى ثابت في مكانه اقفل الجنب التاني عليه. وفي الاخر بعد ما قفلت كل طبقات الورق واتأكدت انها كورة مقفولة كده على اللي جواها، غطيت برضو الطاجن نفسه تاني احتياطي بفويل وقفلته عليه كويس جدا، ده عشان لو اتسرب مية ونزلت في الطاجن البخار بتاعها ما يهربش. دخلت بقى الطاجن ده الفرن متسخن على 250 لمدة من ربع لتلت ساعة بس كده، بعدها وطيت الحرارة ل 180 وسبتها تستوي براحتها لمدة طويلة شوية بصراحة 3 ساعات. عارف ان المدة طويلة والمفروض ان دي اكلة سهلة، بس انا طول المدة دي قاعد مش بعمل حاجة واللحمة هي اللي بتعمل. يعني في الاول هتنزل مية من اللحمة والخضروات، بعدين المية دي هتبدأ تغلي وتطلع بخار، بس البخار ده مش هيعرف يهرب عشان احنا قافلين عليها كويس جدا. فالمية السخنة والبخار دول هيسووا اللحمة والخضروات، وفي نفس الوقت هيخلوا الأطعمة تتركز وهيخلوا كل حاجة تاخد من طعم بعضها، وهو ده الفكرة من ورقة اللحمة أصلا. وده بقى الطاجن بعد الرحلة الطويلة دي في الفرن. هفتح عليه لأول مرة بعد 3 ساعات، غالبا هيبقى استوى، بس لو لسبب ما استواش منكم غطوا الطاجن تاني كويس من فوق ودخلوه يكمل سوا في الفرن. انا دي درجة السوا اللي بحبها جدا، كل حاجة مهرية واللحمة بتتقطع من غير اي مجهود كده، ممكن تتاكل مع رز او مع عيش وطحينة. قولولي انتوا بتحبوها مع ايه، وطبعا شكرا جدا عشان بتتفرجوا للاخر.